فأول حاجة تبص على لغة البرمجة كده. أول ما تبص على لغة برمجة معينة تقرر اللي انت تتعلمها، لازم تشوف الهيستوري بتاعها عامل ازاي. ما ممكن لغة البرمجة دي تكون معمولة من شخص مجهول الهوية يوقف تطوير فيها، انما لما تكون لغة البرمجة قوية سبورت من تيم قوي او في تيم قوي قائم على لغة البرمجة دي، اذا تستنبط من ده ايه؟ ان لغة البرمجة دي هتبدأ في التطوير، هيكون عليها سبورت دايما، فيها ابديتس بيحصل. فما ينفعش مثلا تشوف اي لغة برمجة وتبدأ معاها. هو طبعا في لغات برمجة قوية جدا كتير جدا، ولكن تشوف الاول هل لغة البرمجة دي عليها سبورت، ليها كوميونيتي معين، هل لغة البرمجة دي التيم بتاعها قوي فعلا هيبدأ يطور عليها، ولو فيها اي مشاكل هيبدأ يحلها ولا لا. طبعا لغة كوتلين فيها الموضوع ده وبشدة. لغة كوتلين دي سبورتد من جيت برينز. جيت برينز دي يعني شركة ضخمة جدا، وبنسبة كبيرة هتكون سمعت قبل كده عنها او استخدمت حاجة هي اللي عاملاها.